السلام عليكم. اليوم عندنا فكرة وزارية جاية بال 95 دور ثانية وممكن تنعاد. شنو هو؟ منطينا الأمونيا ومنطينا إنها البي اتش مالتها 11 والتركيز اللي هو الواي 0.1. زين، قال لك ايش قد يصير البي اتش مال الأمونيا نفسها لما يصبح تركيزها 0.01. كان المعطيات ايش منطينا؟ بالحالة الأولى منطينا البي اتش، من البي اتش نطلع بي او اتش، ومن بي او اتش نطلع او اتش، وعندنا الواي اللي هي راح تمثل الاكس، وعندنا الواي فنطلع الكي بي. هنا سوينا طلعنا البي او اتش وطلعت 3، انه عن طريق القانون طلعنا او اتش واللي هي 10 اس سالب 3، وعوضناها بقانون الكي بي طلعنا الكي بي 10 اس سالب 5. زين، نجي للثاني منطينا بس التركيز وطالب البي اتش. شلون؟ البي او اتش ما عندنا ولا بي اتش عندنا، بس الكي بي هو ثابت، يعني الكي بي ثابت مهما تغير التركيز. فشو نسوي؟ نشيل هذا الكي بي هنا اللي هو 10 اس سالب 5، نخليه هنا هذا 10 اس سالب 5، فصار عندنا معلومتين نطلع الثالث معدهم وكالاتي. ورا ما طلعنا الكي بي نجي نعوضها بهذا القانون. احنا عندنا الواي وعندنا الكي بي، نعزل الاكس بوحده نضربهن ونجذر الطرفين راح يطلع لنا الاكس 10 اس سالب 4 واللي هي 0.001. الاكس تساوي تركيز الاو اتش وننزل التركيز نفسه. النوب يا اما نطلع من الاو اتش بي او اتش وبعدين نطلع الاتش، او نطلع من الاو اتش الاتش هي 10 اس سالب 14 على 10 اس سالب 4، طبعا هذا الثابت مال الماي. طلعنا الاتش 10 اس سالب 10. زين، البي اتش هي سالب لوج الاتش وتطلع 10 بعد ما تكتبون خطوات الحل. وهاي تركيز البي اتش. بس طبعا ما ننسى لازم نكتب المعادله لان عليها درجه او درجتين. هاي المعادله والتفكك مالتها كتبوها وبس. في مال الله.